أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. النهاردة جاي أكلمكم عن أمريكا. طبعا كلنا متابعين الأخبار واللي بيحصل في أمريكا واللي بيحصل في مينيسوتا وبقية الولايات ومش فاهمين حاجة. لما المهاجر الجديد بيجي أمريكا الحقيقة ما بيبقاش فاهم حاجة. يا ترى أمريكا دي اللي كانوا بيتكلموا عليها اللي هي ممكن تجيب لنا بيت وعربية ورصيد في البنوك، بس اصبر سنتين 3 وأوضاعك هتتحسن وتبقى كويس؟ ولا أمريكا اللي فيها المشردين في الشوارع؟ ولا أمريكا فيها الهوملس دول اللي بياخدوا مخدرات واللي بنشوفهم في الفيديوهات هم نفسهم الأمريكان بيصوروا حاجات زي كده؟ فالناس بتستغرب. أمريكا اللي هي أغنى وأقوى دولة والناتج بتاعها أعلى ناتج قومي في العالم، ناس كتير عايشة على الفود ستامب لأنها مش قادرة تاكل، مش قادرة تلاقي فلوس تاكل بيها. ولا أمريكا اللي هي ممكن تجيلك فرصة تطلعك السما ثانية وتبقى مليونير ضربة حظ واحدة؟ ولا أمريكا اللي هي عايزة المهاجرين وبتدخلهم من الحدود؟ ولا أمريكا اللي مش عايزة المهاجرين وبتقول يعني إن المهاجرين دولت لازم يرجعوا بلادهم تاني وتستخدم أقصى وأقوى القوانين لمحاولة عرقلتهم أو لمحاولة تفشيلهم في الحياة اللي هنا عشان يرجعوا تاني؟ فإحنا عايشين فين؟ يعني أي أمريكا اللي إحنا عايشين فيها محدش فاهم حاجة. والناس لما تيجي بتستغرب الحقيقة، يعني قرارات ضد بعضها، قوانين ضد بعضها، متبقاش فاهم هي عنصرية ولا لأ؟ ايه كمية الثقافات الرهيبة ده؟ انت ممكن 3-4 بيوت اللي جنبك كل واحد فيهم بيتكلم لغة شكل. ثقافات من كل العالم، ثقافات أكل مختلفة وثقافات يعني عادات وتقاليد مختلفة. بس هل الناس دي كلها فعلا منصهرة في بوتقة واحدة تسمى الثقافة الأمريكية؟ مش عارف، مش هقدر أجاوب على السؤال ده، لأن أنا شايف عكس كده. هم المهاجرين بيقلدوا لكن مش مندمجين مع الثقافة، هو مع موجة حرية فيستغلوها بشكل سيء. فورس اوف جولاي يروحوا يحتفلوا مع الأمريكان وأول يعرف ليه فورس اوف جولاي ده بيحتفلوا بيه ولا حاجة. مش مشكلته، هو مشكلته إنه عايز يشوي لحمة ويهيص مع اللي بيهيصوا خلاص، لكن هو مش منصهر. في مجتمعات كتير عايشة وقافلة على نفسها، هم تستغل القوانين والظروف لمصلحتها، لكن هي ما يهمهاش موضوع الفورس اوف جولاي ولا يهمها حريات، ولا هو يستغل الحرية لمصلحته. وهل الأعمال فيها تساوي وفرص متساوية بين العاملين من جنسيات مختلفة؟ حتى لو فيهم ناس كتير بتوصل لأعلى المناصب. لسه شايف ولد صغير شكله هندي، يعني بقى بروفيسور يمكن 13 سنة، حتى أطلقوا عليه اسم The God of Math، رب أو إله الحساب، إله الماس. هي موضوع غريب ما تقدرش تفهمه. ولد جينيوس طلع، لازم يطلعوه غصب عنهم. بس هل الولد ده هيتعامل نفس المعاملة بتاعت الأمريكان ولا لأ؟ بالنسبة لأ. هل كل رؤسائك في العمل هيبقوا مرحبين بثقافتك أو باختلافك عنهم؟ لأ. طب ايه المساواة في العمل وايه لكل واحد له فرصة زي التاني بالظبط؟ وهنا بيتكلموا على الايكواليتي بشكل رهيب. لازم كل واحد يبقى قد زي التاني بالظبط ويتعامل زي التاني بالظبط، وحاطين قوانين عمل وحاطين كل شركة ليها قوانين كتير جدا 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 عشان تاخد فرصتك زي التاني بالظبط. الكويس بيرقوه بس حتى بعد ما بيترقى ما بيتعاملش نفس المعاملة. طيب ايه الناس اللي بنسمع عليهم دي اللي وصلت؟ يعني بنسمع عن كتير مصريين وصلوا، بنسمع كتير عن أجانب وصلوا لمناصب رفيعة في أمريكا.
الحقيقة يعني خلاصة الكلام انهم دولة متناقضات، والحقيقة اللي بيقعد يفكر في كل حاجة ويمنطق المنطق بتاعك ممكن بنسبة 90% صح، لانك مش فاهم يعني محتاجين مزارعين ولا لا، مش فاهم. طب ما تدخلوا الناس المكسيكان ولا حاجة يساعدوا، او في الكونستراكشنز شاطرين يعني دخلوهم، لا مش مدخلين. واحد تاني يدخله، يجي رئيس اللي بعده لا 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 مفيش الكلام ده، قافل عليهم مش عايزينهم، دول خسارة اكتر من مكسب. موضوع يعني معقد، انا بالنسبة لي مش فاهمه ولا حد فاهمه. يعني عموما عشان تعيش امريكا لما تيجي تحفظ القوانين وتفهمها كويس وتبقى عارفها كويس، لكن القوانين تطبق في مرحلة ولا تطبق في مرحلة، وتطبق على أشخاص ولا تطبق على أشخاص تانية، لأن في قوانين تانية هتلاقيها بتخدم مصلحة المدير أو بتخدم فكر المدير اللي هو عايز يمشي المؤسسة بتاعته بشكل معين. وبنفس المنطق على الدولة، هي برضو بتمشي أو بتطبق القوانين حسب ما يترقى لها أو ما تطبقهاش. يعني كل القوانين اللي انتوا شايفينها ديت في ظل عدم تشجيع الهجرة اليومين دول هي قوانين قديمة معظمها. يعني فاكرين الهوجة بتاعت الريال اي دي، لازم تمشي بالريال اي دي معاك عشان لو الايس وقفوك او الفيدز وقفوك تبقى انت معاك حاجة فيد، حاجة يعني من الحكومة الفيدرالية زي الباسبور او الريال اي دي. الحقيقة الكلام ده موجود من زمان. حتة الريال اي دي ديت انا كنت اتكلمت عنها من فترة طويلة، من كام سنة، مش عارف 3 سنين ولا حاجة. وقلت ان اي حد بياخد الجنسية لازم يروح يحاول يطلع الريال اي دي. ناس كتير اتريقت وناس كتير يعني شتمت، لكن هو ده قانون موجود كان، او مش قانون يعني، ده البروسيجرز بتاعت استكمال الهجرة، انك تعمل الحاجات اللي انا قلت عليها ديت، من ضمنهم الريال اي دي. فدي حاجة مش جديدة. وهكذا البرد غير طبيعي بعد العاصفة الفظيعة اللي فاتت، الجو تحت الصفر، حتى في شمس طلع، ولكن جو صعب جدا جدا. انا لابس 2 جلافز ومفيش فايدة، برد بشع. كل اللي انا عايز اقوله يعني انت كمهاجر، هتكلم طبعا في كل الحلقات بتاعتي على المهاجرين الشرعيين، يعني لازم تمشي مع التيار، يعني حسب ما هم عايزين تعمل. ملناش احنا بقى في المظاهرات والهم ده. فاحنا كمهاجرين يعني شرق اوسطيين او عرب، يعني في حالنا، كل واحد ماشي في حاله. ده جه ده راح، ملناش احنا في المواضيع ديت. كل واحد يعني يخلي باله من بيته وعياله وخلاص، يروح الشغل ويرجع من الشغل وياكل اللقمة المقسومة وينام، وبكرة يروح الشغل، وهكذا. فما تحاولش يعني تفهم اللي بيحصل حواليك، ترضي ربنا في الشغل وترضي ربنا في عيلتك وخلاص. الباقي مش بتاعنا. حبيت ادردش معاكم النهارده شويه، افتح شويه مواضيع، واقول لكم ان كل واحد يخليه في حاله وبيته وشغله، وفي بعض الاشغال لا يرحبون بالكلام في السياسه، ان ما كانش معظم الاشغال خرقا لحريه التعبير. بس يعني نصيحه، بلاش تتكلم مع زمايلك في السياسه ولا اللي بيحصل دلوقتي، ده ملوش لازمه، كلام ملوش لازمه يعني. بس ده كان موضوع حلقة النهاردة. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.